بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله. حقيقة الكلمات تتعثر في لساني، ولكن أحمد الله على هذه النعمة. لقد أنعم الله علي اليوم بشفيع لي يوم القيامة. المعلوم عن الشهيد، بس أحب أن أنوه عن الشهيد. الشهيد خريج دار العلوم قسم شريعة، رجل يحفظ فقه السنة عن ظهر قلب، يحفظ القرآن، معه 3 إجازات في القرآن، وكان يعلم القرآن، وكان محبا للقرآن، وكان صوته عذب يؤم كثيرا من المصلين. لكن لا يغلى على الله في سبيل إعلاء كلمة الله، فكلنا في هذا الضرب، وكلنا نتمنى الشهادة في سبيل إعلاء كلمة الله وإعلاء كلمة الحق، وفي سبيل إعلاء شرع الله، وفي سبيل تطبيق شرع الله. القضية ليست قضية إخوان ولا سلفيين، القضية قضية إسلام وليس إخوان. الإسلام يحارب يا شباب، الإسلام يحارب. هذه هي القضية، أنهم علمانيون انقلابيون علمانيون لا دين لهم. هم يريدون أن يمحوا الإسلام في كل منافذه، هم باعترافهم بألسنتهم. قال وزير الدفاع الأخ السيسي، وهو ليس بأخ، الدموي السيسي، أن مرسي كان يريد أن يؤسس لإمبراطورية إسلامية، وهذا ما لا نسمح به. وضحت الأمور. وزير خارجية الانقلاب قال أن مرسي كان يريد أن يؤسس نظاما إسلاميا، وهذا ما لا نسمح به، لذلك لجأنا للجيش. هذه قصة مدبرة مسبقا، ليس بقى حشود و30 يونيو، وأصل في حشود نزلت في 30 يونيو. ليست هذه القضية على الإطلاق. قضية هي مدبرة وأرادوا لها غطاء. أتوا بالخونة وبعض الملتحين وجاءوا من وراء ظهورهم وفعلوا فعلتهم بغطاء، للأسف بغطاء من إخواننا من جلدتنا، وهذا ما نحس به من طعن في الظهر. لقد طعنونا في ظهرنا. شيخ الأزهر طعننا في ظهورنا، وهو لا يمثل الشعب، بدليل أن مستشاره الشيخ الفاضل الدكتور حسن الشافعي أول واحد أعلن انشقاقه عن الأزهر بسبب مواقفه. اليوم شهدت مصر مجزرة بشعة جدا، قتل فيها آلاف من الشباب مصر الطاهر، وأصيب عدد كبير، عدد آلاف أيضا من هؤلاء، ضريبة لسعيهم نحو استعادة حريتهم واستعادة الشرعية والصندوق الانتخابي الذي جاء بالرئيس محمد مرسي وبالدستور وبمجلس الشورى المنتخب. فحدث في مصر الآن مجزرة لم يحدث مثلها، بل إن الصهاينة أنفسهم يعجزون أن يفعلوا ما فعله السيسي والدمويين والانقلابيين من هذه المشاهد البشعة التي يعني لم يسجل التاريخ لها مثيلا إلا ما فعله ستالين وما فعله هتلر وما فعله يعني قادة النازيين والفاشيين عبر العصور. إن هذا الذي يفعله يهدف من خلاله أن يكسر إرادة المصريين، وإن إرادة المصريين لن تنكسر، وإنهم سيواصلون الصمود وسيواصلون العمل التحرري الثوري بموجة ثورية غاضبة بإذن الله تعالى تطيح بهذا الانقلاب وبقادته قريبا بإذن الله. أما عن الوضع الدولي الذي شاهدناه،
وجدنا دولا مثل تركيا ومثل بعض المواقف الطيبة من بعض شرفاء العالم، شعوبا وقفت معنا وانتفضت انتفاضة كبيرة. وأيضا الموقف التركي الرسمي موقف نحن نشكره ونقدره ونثمنه، الذي يقف مع الشرعية ويقف مع الشعب المصري ويرفض إراقة الدماء المصرية. أما المواقف الغربية المرتعشة التي تنظر إلى الدماء المصرية ولا تعبر عنها إلا تعبيرات ركيكة، لا ترتقي لمستوى الحدث، لمستوى المذبحة، لمستوى ما يتم في مصر، فإن هذا أمر غير مقبول. ينبغي على العالم إن كان عالما حرا فعلا ويقف مع المظلومين، ينبغي عليه أن يترجم ذلك ويبرهن على ذلك بمواقف عملية حقيقية، فيصدر قرارات ويصدر أمورا يدين فيها هذه المجازر البشعة، وأن يحال مرتكبوها إلى جرائم الحرب الدولية، لأنهم ارتكبوا في حق المدنيين السلميين جرائم إبادة جماعية. هذه الجرائم التي رآها الكل على مرأى ومسمع من العالم، ينبغي أن يكون هناك مواقف حازمة ومواقف جادة. لذلك نحن نطالب ونهيب بكل منظمات حقوق الإنسان أن تتدخل سريعا لوقف هذا النزيف ولوقف ما يتم على أرض مصر الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ما حدث اليوم لشيء مؤلم ومحزن حزنا شديدا وألما شديدا، رغم أنه كان متوقعا. فلقد وصلت الأمور بين الانقلابيين الذين يحملون الفكرة التي تعادي الإسلام وبين أبناء الحركة الإسلامية والشعب المصري، وصلت إلى حد كنا نتوقع فيه جميعا أن تصل إلى هذه المرحلة من الصدام ومن القتل ومن الهجمة التترية التي حدثت اليوم. فهذا كان شيء متوقعا أن يقتلوا أبناء الشعب المصري. ولكن لما يقتلوا أبناء الشعب المصري؟ قتلوا أبناء الشعب المصري لأمرين: خرج الشعب المصري لينادي أين صوتي وأين حريتي، كره أن يعود إلى النظام السابق من التعذيب والإهانة والضرب والحرمان ومن الأشياء التي كان كسرها في ثورة 25 يناير. أرادوا لها بخداع وبمكر أن يعودوا وأن يرجعوا الشعب المصري إلى هذه الحالة التي فيها الذل والمهانة. ولكني رغم الآلام والجراح ورغم صعوبة ما حدث اليوم، إلا أني أراه ولا يحدث هذا إلا مع أبناء الإسلام، إلا مع أبناء الذين تربوا على كتاب الله سبحانه وتعالى والذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تزيدهم هذه الدماء وما يزيدهم هذا القتل إلا إصرارا على أن يكملوا طريقهم. الحرب الآن ليست على جماعة الإخوان المسلمين، ولكن الحرب الآن على الإسلام. فلقد أغلقوا كل القنوات الفضائية التي تخالفهم، ولقد سجنوا كل من يعارضهم، ولقد منعوا كل من يختلف معهم في الرأي. فالآن أصبح الأمر لا شيء غير المواجهة. عجلوهم بالمواجهة، وسوف نصبر نحن أبناء مصر وأبناء الحركة الإسلامية والشعب المسلم كله، سوف نصبر ونتحمل وسوف نكمل معهم الطريق. ولكني أيضا قد ظللت في سجون هؤلاء الظالمين 21 عاما قبل ذلك.